وطلعت على دبي وبتفاجئ انه لاغين لي الجنسيه، انا واولادي وزوجتي. وطبعا ما في ولا بلد عم يدخلني. حاليا رجعت على تركيا، اعطوني ورقتين صورة الجواز وقال روح على دبي. دبي طبعا ما راح تقبل ولا راح تدخلني، فاكيد راح يلحلوني وين. لا تتفاجأ عمي، لا تتفاجأ، ولا تتفاجأ كلكم، ما حدا يتفاجأ. هذا اليوم مسطرة وشخص من الأشخاص اللي سحبوا منهم الجنسيات، ولسه في 5000 مواطن سوري انسحبت منهم الجنسيات وعم بيرحلوهم على الشمال السوري. كل شيء بيجي رخيص بيروح برخيص، يعني اللي بيجي ببلاش بيروح ببلاش. غرتكم الجنسية، غركم المصاري، زرعوا براسكم الحقد الطائفي والمذهبي، وكرهوكم بالدولة، وكرهوكم بالرئيس، وكرهوكم بجيش الوطن، جيش البلد. وقت اللي كنت انت يا طبل عم تطلع بتاكل وبتشرب وبتظهر وبتقعد بالمطاعم وبتقعد بالشاليهات وبتقعد بالفنادق، وكانت سوريا وقتها جنة وما كان حدا يقرب عليك. كان هيدا الجيش اللي انت عم تقاتله وعم تحرض عليه، كان هذا اللي حاميك. وقت كنت تترك بيتك وتطلع، كان هذا الجيش هو اللي حاميك. الأفرع الأمنية هي اللي كانت حميتك، الشرطة. اليوم ليش بدك تستغرب؟ ما تستغرب ولا تتعجب من أي شيء بده يصير. اليوم اللي أعطاك جنسية وهو عامل حساب يرجع ياخذها منك بعد ما يخلص مصالحه ببلدك. اللي أعطاك مال رح يرجع ياخذوا منك بالسرقات اللي سرقوها من سوريا بعد ما يخلصوا منك. اليوم انت شو استفدت؟ اخذت الجنسية سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة و14 سنة، واليوم الجنسية طارت من ايديكم. هذا الشيء صار بتركيا، بكره جاي الدور. الخليج طبعا ما صار فيه جنسيات، بعرف انا اذا صار فيه لاعداد بسيطة بس، ولكن بستبعد انه صار في جنسيات بالخليج. صار في جنسيات باوروبا كذلك الامر بده يصير. نحن حكينا من بداية الحرب لكل شخص غرته الجنسية ووقف وسب الرئيس وسب الدولة وسب الجيش وحرض على سوريا وعلى جيش سوريا وعلى رئيس سوريا إكرامة يطلع على أوروبا ويقول لهم أنا محكوم بالإعدام بسوريا، الله يوفقكم، وطنوني عنكم. بس هني ما وطنوك على سواد عيونك، ولا وطنوك انه هن يحبوك. ما في دولة بتوطنك ببلاش، ما في دولة بتعطيك مال ببلاش، ما في دولة بتحميك ببلاش. تمام؟ اوروبا اذا وطنتك او جنستك فرح تعوزك. هي الجنسية اللي اعطتك اياها اوروبا رح تمسح بكرامتك الارض. كرامة هالجنسية انت وزوجتك وعائلتك واطفالك واهلك، بكرامتكم رح تمسح الارض. كرامة اعطتكم جنسية. إذا صار في حرب، إذا صار في حرب بأوروبا، أول من رح يكونوا على الجبهة بأوروبا السوريين. رح يخدموكم خدمة عسكرية اللي أنتم هربتوا منها من سوريا. رح تقتلوا أنتم قبل ما يقتل أي مواطن أوروبي. مثل وقت أمريكا اجتاحت العراق، العراقيين صاروا يتحدثوا مع العرب، أمريكان عرب كلهم مجنسين من دول عربية. اجتاحوا العراق العرب، ولكن بالاسم أمريكان، هدول مجنسين جنسيتهم أمريكا. هل أمريكا دفعت بجنودها على العراق؟ لا، كانوا جنودها قاعدين بمكاتب، والعرب اللي تجنسوا بأمريكا بعثوهم على العراق يقاتلوا الشعب العراقي ويقاتلوا الجيش العراقي. أمريكا ما بتستغني عن ولا عنصر من عناصرها. انتم اليوم هربتوا على اوروبا بسبب انكم انتم مطالب بسوريا وشي هربان من الخدمه العسكريه، هلا رح تخدمها باوروبا. ووقت تفتح حرب اوروبا رح تكبك انت بالواجهه، يعني انت بالمواجهه يا سوري. الجنسيات رح تنسحب، يمكن باوروبا يبلشوا يسحبوا جنسيات. فانا ما بدي من حدا يستغرب، ولا تستغربوا، لانه برجع بقول لكم كل شيء اجى رخيص رح يرجع يروح برخيص، وكل شيء اجى ببلاش رح يروح ببلاش. هنتوا سوريا وسبيتوا سوريا وحرضتوا على سوريا، سبيتوا الجيش العربي السوري، حرضتوا على قتال الجيش العربي السوري. كرامة المال دخلتوا الفتنة الطائفية. عملتوا سوريا انه سوريا البلد الطائفي المذهبي. يا عيب الشوم عليكم. على كل
مثل ما قلنا قبل، ربكم صاحب حق، وصاحب الحق سلطان، والله ما بينصر إلا صاحب الحق. لهيك رب العالمين عم ينصر الرئيس الأسد، وإن شاء الله الشمال السوري راجع لحضن الوطن بالقريب العاجل. ونتمنى من المواطنين المدنيين العزل داخل الشمال السوري اللي هن ما لهم علاقة بالقصص اللي عم تصير داخل الشمال، يوقفوا مع جيشهم ويوقفوا مع الرئيس ويوقفوا مع سوريا ليخلصوا من هيدي الحسالة الموجودة عندهم داخل الشمال السوري، وترجع الدولة تسيطر، وهي رح تسيطر بالقريب العاجل على الشمال، ويرجع يعم الأمن والأمان بسوريا الأسد. تحياتي لكم.